أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس البودي بيلدينج المقدم من ICA بالعربي يونت 13 سبلمنتس اند دراجز، المكملات الغذائيه والمنشطات في عالم كمال الاجسام. تقدروا تسموا حلقه النهارده الجانب المظلم في حياه لاعبي كمال الاجسام. اللي هنقوله لك في الحلقه دي مش هيقوله لك اي لاعب كمال اجسام هتقابله طول حياتك. كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنتفرج على الصور والمجلات والفيديوهات والكلام ده كله، نلاقي عضلات وحاجات جميله جدا ونقول الله احنا نفسنا نبقى كده، وكنا فاكرين ان احنا كل ما هنروح التمرين اكتر كل ما هناكل اكتر وننام كويس والكلام ده كله نقدر نكون بالشكل اللي هو موجود قدامنا على الشاشه دوت. بس الحقيقه ان في هنا جانب مظلم في حياه لاعب كمال الاجسام، الا وهو الاسترويدز. بنتكلم عن لاعب كمال اجسام اللي بينافس في البطولات، مش لاعب مجرد بيلعب عشان يكبر عضلاته. من السهل جدا انك تلعب وتاكل وتشرب وتنام كويس ونظام غذائي وتوصل لجسم كويس جميل جدا. المنافسة على البطولات وخصوصا الاحتراف بيبقى ليها وضع تاني، وللأسف شئت ام ابيت المنشطات جزء من رياضة كمال الاجسام. الغريبة هنا ان انت ممكن تلاقي ناس ملهاش اي علاقة بالبطولات والمنافسات بدأت تتجه كتير جدا الى المنشطات. ليه؟ كل القصة ان هو بيقلد تقليد اعمى خلاص، وكل واحد جرب كورس على حد بيقول لك لا تعمل كذا وما تعملش كذا، وبقى في اراء كتير، متجاهلين تماما الاثار الجانبية اللي ممكن تسببها المنشطات الابتدائية انابوليك اند اندروجينيك ستيرويد. جسمنا فيه هرمونات وباخد هرمونات من بره، يا ترى الهرمونات اللي من بره بتعمل ايه على الهرمونات اللي من جوه؟ وده جزء مهم جدا هنركز عليه في دراستنا هنا. وايه هو هرمون التستوستيرون وايه هو DHT؟ هناخد ما هو الاستر والفرق بين انواع الاسترويد وفترة عمر الاسترويدز، يا ترى ده بيقعد 48 ساعة، ده بيقعد 3 ايام، ده بيقعد اسبوع. وعشان نكون حياديين هندرس فوائد الاسترويدز واضرار الاسترويدز، وهسيبكم انتوا تقرروا بنفسكم اي مكان ان تستخدمها. لازم حق علينا ان احنا نقول لك كل حاجة خاصة بالاسترويدز، واهم التحاليل اللي المفروض تعملها قبل استخدام الاسترويدز، وايه هي فترة الPCT اللي دايما بتسمعوها من الناس، ويا ترى ايه هي افضل السايكلز اللي ممكن يستخدمها المبتدئ او المحترف او المستوى انترميديت، بالاضافة الى هرمون النمو والانسولين وهرمونات حرق الدهون. كل ده اتعمل بطريقة علمية عملية بحتة بدون تدخل الى اي اراء شخصية. عشاق رياضة كمال الاجسام، يلا بينا نبدأ الحلقة. في البداية لو هنبدأ بالمكملات الغذائية، ايه هي المكملات الغذائية اللي يحتاجها لاعب كمال اجسام؟ مش هنتكلم على جميع المكملات، هنتكلم على اللي لاعب كمال اجسام ايه محتاجها على الخصوص. اول حاجة فئة الانتي اوكسيدانت اللي هي مضادات الاكسدة زي فيتامين سي وفيتامين اي، مهمين جدا عشان انت بعد اما بتتمرن بتصدر حاجة اسمها الفري راديكالز. تمام، الشوارد دي يجب التخلص منها. عامل كده زي عربية لما بتيجي ماشية في الشارع بتطلع ايه؟ دخان، نتيجة الايه؟ المشوار اللي عملته، الموفمنت. كذلك انت نتيجة الرياضة بتاعتك بيصدر الدخان ده داخلي، بس مش دخان بمعنى دخان، لا بمعنى فري راديكالز، جزيئات حرة. كل ما بتزيد في الجسم كل ما تسبب امراض خطيرة جدا وتعب وكسل وارهاق والكلام ده، قد تصل الامراض الى السرطان. فبالتالي طول ما انت بتعمل مجهود كبير. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zaynab to nutrition